بقولك انت وهي ما نفسكيش كده في اكله كده حرشه وجميله وسهله وسريعه؟ ما تيجي نغير النهارده ونعمل اكله كده تفتح النفس. هنعمل النهارده اكله العزومات، نسمي الله ونصلي على الحبيب. ما تنسوش لايك واشتراك في القناه، ولا تكونوا متابعه على صفحتي على الفيسبوك. والاول مره اشوف قناتي الاسم سما عمر. ويا ريت تشير الفيديو لاكبر عدد ممكن. اول حاجه معايا هنا فرخه متوسطه الحجم، هقطعها كده الى 8 قطع. يعني الورك اقطعه نصين والصدر اقطعه نصين، يعني عايزه منه 8 قطع. حتى القطعه بتاعت الرقبه هاخدها برضو كمان. جبت حلة كده على النار، حطيت فيها معلقة كده كبيرة من الزبدة. طبعا المعلقة اللي هي بتاعة الأكل مش المغرفة، لأن طبعا الفراخ بتبقى فيها نسبة من الدهون، فاحنا مش عايزين دهون أكتر من كده. جبت الفرخة، المهم ان انا اسيب الحلة بتاعتي او الحاجة اللي انا هعمل فيها تسخن كويس جدا. وبعد ما بتسخن بروح جايه منزله كده الفرخه بتاعتي، ادانا اشوح فيها كده واظبط العمليه لحد ما تبدا تتشوح معايا لمده 3 دقايق. ما استعجلش عليها. بعد 3 دقايق بنزل كده ببصلتين كبار كده حلوين كده معتبرين، مقطعهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بنزل بالبصل وبنزل كمان بالملح بتاعنا، ظبط الملح بتاعنا معانا. بنزل كمان بالتوابل بتاعتي اللي هي عبارة عن معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، معلقة صغيرة من الثوم البودر، معلقة صغيرة من البصل البودر، كمان معلقة صغيرة من السبع بهارات، ومعلقة صغيرة من الكمون. وكمان هنحط النهاردة معلقة صغيرة من الكاري والبابريكا. تمام، زي ما انتوا شايفين كده. والشطة طبعا لو عايزة شطة اختياري، انا حطيت كده عبارة عن نص معلقة كده من الشطة. هشوح كده الريحة رهيبة، ما اقولكوش بقى عليها. ونبدأ نشوح الفراخ بتاعتي ديت كده شوية. وبعدين معايا هنا خليط عبارة عن معلقة كبيرة من العسل النحل، عليهم معلقتين من الصويا صوص. وهحطهم، ما تقلقيش العسل مش هيخليها مسكرة، بالعكس ده هيديها طعم حلو قوي، ويعمل لها صوص كده زي العسل زي ما انتوا شايفين الصوص المكرمل بتاعنا ده. كمان جبت هنا فلفل حامي وفلفل بارد احمر واخضر. وجبت كمان بطاطس، يعني حوالي بطاطسيتين كده مقطعاهم مكعبات بس كبيرة شوية عشان تستحمل معانا. طبعا البطاطس دي مش هحطها غير لما الفراخ تكون خلاص فاضل حاجات بسيطة وتستوي، يعني تكون الفراخ مستوية 3/4 سوا. بنزل بالبطاطس عشان البطاطس بتاعتنا ما بتاخدش سوا معانا. تمام، يعني يكون فاضل حاجات بسيطة وتستوي، تكون وصلت ل3/4 سوا، بنزل بالبطاطس وخلاص. الأكلة بتاعتنا ديت بعد ما تستوى براحتها وتدخل في السوا وتكرمل معانا تبقى جاهزة معانا. أعمل كده النهاردة شوية رز كده حلوين جنب الأكلة بتاعتنا دي. هنعمل النهاردة الرز البخاري، عبارة عن بصلة كبيرة كده بشرها ناعم، معلقة صغيرة من الكاري، معلقة صغيرة من الكركم، معلقة صغيرة من البابريكا، ورق لورا وحبهان. حطيت كمان معلقتين كبار كده من الصلصة عشان تديها لون حلو. واشوح الكلام الحلو ده مع بعضه لحد ما يعمل ريحته تطلع وتخليه حلوة كده. عندي هنا رز بسمتي، انا مش بنقعه خالص، انا بغسله بس. لو نص كيلو رز مش منقوع، نص كيلو رز بسمتي لو مش هتنقعيه زيي هياخد لتر من المية. نص كيلو هياخد لتر من المية. طبعا انا مش بنقعه فبحطله لتر من المية. تمام. وبعدين ببدأ أشوح الرز الأول مع التوابل مع الخلطة بتاعت الحلوة دي، شوح عشان ريحته تطلع كده ويبقى مفلفل وزي العسل. بنزل عليه بلتر من المية، المية دي تكون سخنة. تمام. وبعدين بغطي النار عليه، وبعد ما بيتشرب ميته بتهدي النار خالص. شايفين مفلفل ازاي وبينزل يجري لوحده كده من الحلة، نازل جري من الحلة. شايفين؟ ايه رأيكم في الجمال ده؟ والنبي مش يتاكل لوحده كده من غير حاجة. ادي طبق وجبة متكاملة للعزومات، هيشرفك قدام ضيوفك بجد بجد حلوة قوي. جربي الوصفة الرهيبة دي هتعجبك وهتشرفك قدام ضيوفك. وكمان حاجة كده تفتح النفس. ايه رأيكم في الجمال ده؟ النبي مش استاهل تعليق حلو كده، وتسلم ايدك يا موحة. واللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة كده وتدعموني بلايك. ايه رأيكم في الجمال ده؟ استنى بقى رأيكم، يا ريت تجربوه وبألف هنا وشفا في الأكلة الحلوة دي. واللي ما جربهاش يجربها، جميلة جدا جدا، تحفة. شايفين طعمها رهيب والريحة تحفة. اشوفكم على خير، سلام عليكم.